السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، يوم كله خير وبركة وطاقة ونشاط. نبدأ اليوم بتاعنا ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو انت اول مره تزور قناتي فضلا منك اشتركي معايا في القناه وفعلي الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلكم باذن الله. وما تنسونيش بلايك للفيديو تشجيعا منكم ليا. نبدا يومنا نقول بسم الله. صباح الفل وصباح النشاط وصباح الطاقه الايجابيه، ويومكم سعيد مبارك يا رب علينا وعلى الجميع. نبدا اليوم بتاعنا بكل همه ونشاط، والله المستعان. يلا بينا ندخل على فيديو النهارده وروتين حلو جدا تحفيزي هيدفيكي كده زي ما هو دفاني بصراحه. فضلا منك حطي لي يلا لايك للفيديو. يلا بينا ندخل على الفيديو بتاعنا النهارده. اليوم ده انا كنت صايمه، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. فضل ونعمه من ربنا، ودايما ندعي ربنا سبحانه وتعالى اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم انا اليوم ده كان عندي اكل الحمد لله، باقي اكل وكده، وطول اليوم حرفيا عارفين اللي هو ايه، كاني لوح تلج حرفيا. ايديا ساقعه جدا جدا رغم ان الجو كان حلو والشمس كانت طالعه، ورجليا تلج. ادخل اتوضى مثلا بميه دافيه شويه واخرج وانشف كده، وعلى ما اصلي القى رجليا تاني وايديا رجعت تلجت تاني. فكان اليوم ده كنت حاسه كده ان سكري هبطان شويه او واطي، وضغطي برضو كان كانت دماغي مصدعه وضغطي واطي. فالمهم الحمد لله كملنا اليوم صيام على خير. هو مش الصيام اللي عامل فيا كده، اكيد بقى دور البرد اللي عندي وهكذا. فالمهم بعد الفطار بقى فطرت الحمد لله، كان باقي الاكل. عملت كوبايه القهوه، وكان عندي فريسكا دي بحبها قوي من وقت للتاني، يعني مش على طول طبعا بجيبها. فكانت موجوده عندي بقالها فتره، فقلت اكل كده قطعه منها جنب كوبايه القهوه. بص انا اكلت كده قطعه فريسكا، والقهوه بقى دي اللي انا مسكتها بقى وعارفين اللي هو خدتها كده بالحضن كده، وحشاني ودفتيني وظبطتي دماغي وصحصحتيني وكل حاجه حلوه. فالله المستعان، وربنا يا رب يتقبل مننا جميعا يا رب صالح الاعمال، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم امين يا رب العالمين. كنت غاليه حليب من اليوم اللي قبلها، فانا بلم القشطه وبعملها طبعا الحمد لله يا رب والشكر لله، بسيحها سمنه يعني، وبعملها زبده وسمنه. تنفعني جدا 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 ان شاء الله باذن الله. انا هحوش فيها، وقبل رمضان هنعملها. هتنفعنا قوي قوي في اكل رمضان، في الحلويات، ان انت مثلا تدخليها في الرز بشعريه، في المكرونه، في كل حاجه. فما شاء الله تبارك الله حلوه قوي القشطه. لما انت يعني تلميها وتعمليها زبده وبعدين تسيحيها، هتنفعك وهتوفر عليكي. طبعا احنا كلنا بنشتري حليب، فنجيبه من عند حد مضمون عشان خاطر يطلع قشطه. عايزه اقول لحضراتكم انا وزنت دول 2 كيلو حليب، تمام؟ طلع قشطه قد ايه؟ انا اول مره اوزن القشطه اللي بتطلع بصراحه، يعني من باب بس لان كان في اليوم ده كان جاي لي سؤال متابعه داخلالي على الخاص يعني وكده، كانت بتسالني يعني على القشطه والسمنه وهكذا. فانا حبيت بس ان انا اعرف يعني ال2 كيلو بيطلعوا قد ايه قشطه. ال2 كيلو ما شاء الله تبارك الله ربنا يا رب يبارك لهم، مطلع ربع كيلو. كانت 270 يعني، معديه الربع كيلو قشطه من ال2 كيلو. فما شاء الله حلو قوي يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. 4 مرات يعني 2 و2 4، انا متلخبطه. 8 كيلو لبن يطلع لك كيلو قشطه. فما شاء الله تبارك الله حلو جدا جدا. فبعينهم وبحوشهم في الفريزر، وان شاء الله باذن الله قبل رمضان نبقى نضرب القشطه دي ونعمل زبده وسمنه، ويبقى بقى نطبخ منها كده اكلات حلوه واكل مغذي. طبعا السمنه البلدي يعني لو احنا مثلا مش قادرين ان احنا نشتريها، يبقى من الحليب اللي احنا بنشربه نعمل قشطه وهكذا نستفاد بيها، تمام؟ فربنا يا رب يبارك لنا ويملى بيوتنا جميعا بالخير يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. الصفرة دي زبدة بقري. انا كنت شارية كيلو زبدة بقري عامل 250 عندنا. الزبدة البقري ارخص من الزبدة الجاموسي، تمام؟ فانا جبت كيلو زبدة بقري امشي حالي بيه، على ما احوش قشطة، على ما ان شاء الله باذن الله يعني اسيحها وكده. لان انا بحب بصراحة يعني حتة السمنة البلدي هي اللي بتسند فعلا، ومغذية وصحية وكل حاجة حلوة يعني الحمد لله. فاحنا طبعا بنستعمل فرن وبنستعمل كريستال وبنستعمل الحاجات التانية دي وروابي وهكذا،
يعني بصوا بقى الواحد ايه مضطر ليه؟ لان طبعا السمنه البلدي او الفلاحي يعني بتبقى سعرها غالي، فبنقول ايه حاجه جنب حاجه. وربنا طبعا خير حافظ، ربنا يسترها يا رب معانا جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد. جيت هنا بقى قلت اعمل بسبوسه، بقى لي فتره ما عملتهاش، وكنت عايزه زي ما بقول لحضراتكم اعمل حاجه مسكره كده يعني ايه تفوق الواحد. فقلت هنا عملت الشربات كان كوبايه ونص سكر، عليهم كوبايتين ميه، محتاجه ان هو يكون خفيف. وولعت عليه، ومجرد ما بيغلي بعدها ب5 دقايق بعصر عليه عصره نص ليمونه. وبعدها قبل ما اطفي خلاص ب10 دقايق كده بروح ايه رش عليه رشه فانيليا في الاخر. هنا بقى مقدار البسبوسه بتاعتي، حطيت كوبايه من الحليب وكوبايه من السمنه، ورفعتهم على النار غليوا. حطيت هنا في الطبق كوبايه من السكر، ومعلقتين كده جوز هند، ومعلقه من عسل الجلوكوز، وقلبت كله كويس مع بعضه. وبعدين نزلت عليه ب3 كوبايات من دقيق السميد اللي هو الخام من عند مستلزمات الحلواني. انا كنت جايباه من عند وعد، بس بصراحة مش احسن حاجة يعني، مش قد كده الدقيق المرة دي. البسبوسة حاسة ان هي طالعة ناشفة شوية عن كل مرة. انا كل مرة ما شاء الله تبارك الله بعملها حلوة جدا جدا، بس المرة دي حاساها يعني، هو والله يعني جوزي وولادي قالوا لي ما شاء الله جميلة وحلوة وكل حاجة، بس مش بنفس الطراوة اللي انا بعملها كل مرة بصراحة. فالله المستعان، وكله طبعا حلو الحمد لله وفضل ونعمة، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى عملت البسبوسه. اول حاجه طبعا انا لما بكون داخله علشان هشطب المطبخ بحب ان انا اولع الفرن، بحيث ان هو يدفي المكان عندي ويدفي المطبخ وكده، واحس بايه بدفى. وانا قلت مفيش حاجه هتدفيني غير ان انتي تقومي بقى تشتغلي، تشوفي حاجه كده تعمليها، هتلاقي نفسك ما شاء الله دفيتي، والدوره الدمويه كده ردت فينا وصحصحنا تاني، بدل ما احنا بردانين وكسلانين. فالله المستعان. ودايما نقول كده اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي والجا الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. ربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. فعايزاكي كده تتنشطي، وبعد الفيديو ده تقومي على طول تشوفي اللي وراكي. كسلنا شويه، ادينا جسمنا راحه بتاعته، تعبانين شويه برضو ما جراش. بس على فكره انا كنت يعني اول يوم صيام اللي هو يوم الخميس لما كنت صايمه ما تعبتش زي النهارده. انا النهارده كنت فعلا حاسه ان انا ضغطي واطي، وحاسه ان سكري واطي، لان وهو فعلا يعني بصوا انا اللي غلطانه ان انا كنت من ساعه غدا اليوم اللي قبله ما اكلتش حاجه. فعارفين بقى اللي هو ايه، خلاص هو اكلت برتقانيه بالليل وخلاص، ونويت الصيام وصمت الحمد لله، وبشرب ميه وخلاص. ففعلا السحور بركة، زي ما الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصحروا فإن في السحور بركة، ونأخر السحور. فإحنا بقى يعني ربنا يهدينا نعمل كده إن شاء الله بإذن الله. فعايزاكم تتشجعوا، كلمينا بسمة عن رجب، وإن إحنا شجعينا على الصيام، وشاركي معانا اليوم. بصوا حبايبي، انا النهارده كان عندي اكل، يعني هو دايما معظم يوم الاثنين عندي بيبقى معظم الوقت ان بيكون الاكل عندي، لان دايما بطبخ ايه يوم الاحد بيبقى اكل يمشيني حد واثنين. دايما انتي بصي عايزه اقولك خلي دعوه دايما في لسانك على طول. بصي وخليكي برضو على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله باذن الله يستجابها. نفسك تواظبي على الصلاة، ادعي ربنا سبحانه وتعالى على طول، خلي ليكي دعوة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا تقبل دعاء. يا رب علق قلبي بالصلاة، يا رب قربني إليك، يا رب حببني في الصلاة وقراءة القرآن. دايما ادعي ربنا سبحانه وتعالى خليها كده على طول. بصي هو مش دعاء، هو إلحاح، نلح في الدعاء لربنا سبحانه وتعالى. وبرضو نبقى على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب ان شاء الله باذن الله باذن الله. فنصوم ناخد ثواب. ودايما برضو ما تبقيش يعني يوم كل اليوم بيعدي مش راجع تاني من عمرنا. خلي دايما مثلا في اليوم ده ان احنا الحمد لله صلينا، سبحنا كتير، استغفرنا ربنا كتير، صلينا على النبي كتير، قرأنا قرآن، نواظب على الطاعات. يعني عارفة ان انت دايما شجعي نفسك، حفزي نفسك، فرحي نفسك ان انت الحمد لله يا رب انا صمت النهارده، تحسي كده ان انت مبسوطه، فتحبي ان انت تزودي اكتر. تمام. ودي حاجه احنا يعني انا كان بتكلم عن نفسي، انا دايما اقول ان خلاص اللي جاي مش قد اللي رايح، فاحنا نقرب لربنا اكتر. ماشي انا قبل كده الحمد لله الحمد لله برضو بنصلي وبنصوم وفي حالنا وبنسبح وبنستغفر، والحمد لله كل حاجه بنعملها.
اللي جاي يبقى اكتر، نكتر بقى عشان ناخد حسنات اكتر، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا وربنا يهدينا جميعا ويصلح حالنا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. فدايما ادعي ربنا، ادعي ربنا باللي نفسك فيه واللي جوه قلبك، وربنا مطلع على كل اللي في قلبنا. ودايما نقول يا رب، يعني ايه يعني يا رب كل اللي في قلبنا ربنا يا رب ان شاء الله باذن الله يحققه لنا جميعا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى اغسل المواعين ونشطب كده بسرعه بسرعه. اللي كان بقى مش بسرعة ولا حاجة، كان مواعين واطباق كتير زي ما حضراتكم شايفين، وكان قبل كده كمان كان كوبايات، بس انا غسلتها الكوبايات والمعالق، اللي هو ايه لما لقيت الحوض والرخامة مليانة فشلت الحلل ركنتها. يعني بدأت ان انا ايه افنط الحاجة كده علشان خاطر اغسل بقى على طول واخلص. حبيبتي بتقولي يا بسمة عايزة رأيك ارجوكي، انا موظفة وعندي ولد وبنت وجوزي موظف، والمصاريف طبعا هلاك من كل ناحية. من سنتين قررت افتح جروب اكل، بيتي جاهز على السوا ومخبوزات في الاجازه الى حد ما، عارفه انظم الدنيا. في المدارس بقى حرفيا انا مفرومه بمعنى الكلمه، في المدارس يعني ان هي مفرومه بمعنى الكلمه، من صحيان الساعه 6 وارجع الساعه 1 استلم شغل البيت والاوردرات، والجمعه والسبت خصصتهم مخبوزات، والموضوع الحمد لله ممشي الحال ماديا وبقينا افضل. بس اقسم بالله ما عرفت احوش قرش من مشروعي، ومرتبي كله ضايع على البيت، وصحتي هلكت هلكت هلكت. المشكله بقى في عدم تقدير اي حد منهم للي بعمله، كل حاجه بقيت انا المسؤول عنها، ولوم وخناق وخصام ولو يبوظ وغلط فيا مع اي نقص في حقه. واني مش بتدلع ولا بتدلع، وما بقتش اعجب غير وانا بفرم نفسي علشان اتلاشى النكد. انا جاي على نفسي واعصابي وصحتي ونفسيتي، وتخنت جدا من عدم تركيزي مع اكلي، عاوزه اوقف شغلي وفي نفس الوقت بحس ان حرام ولادي اظلمهم. اعمل ايه؟ انا محتاجه رايك وراي المتابعين، شوروا عليا اعمل ايه. بص يا حبيبتي، ربنا يا رب يوسع رزقك ويديك الصحة والعافية يا رب، ويرزقك بالرزق الحلال الطيب المبارك فيه يا رب، ويبارك لك في أولادك ويبارك لك في زوجك يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بص يا حبيبتي، أولا ربنا يوسع رزقك، هاتي حد يساعدك في المشروع ده، تمام؟ كده كده الفلوس كلها ضايعه، يعني انت ما حوشتيش حاجه زي ما حضرتك بتقولي، فهاتي حد يساعدك في المشروع بحيث ان انت يبقى مش كل حاجه ضغط عليكي ضغط عليكي، ويعني انت هتجيبي صحه ووقت منين كمان، تمام؟ زائد ان انت ده يعني بصي ما ينفعش ان انت كل اللي جاي رايح، ما ينفعش كل اللي جاي رايح، ما ينفعش رزقك ومكسبك في مشروعك ده ان هو خلاص يروح. دخلي نفسك في جمعيه، دخلي نفسك في جمعيه علشان خاطر ان انت لازم يبقى في قرش على الامال. انت عامله المشروع لايه؟ عشان خاطر ماشي ان انت تساعدي في البيت، انما مش تشيلي البيت كله او تشيلي مصاريف البيت كلها، تمام؟ لازم تعيني قرش على جنب كانه ما جاش. يعني مثلا 1000 جنيه كل شهر اركنيه كأن ال1000 جنيه دي اصلا ما جاتش، وهاتي حد يساعدك بحيث ان انت علشان خاطر انت زي ما حضرتك بتقولي انت دلوقتي بسبب اهمال في الاكل او لخبطه في الاكل اللي حضرتك بتاكليه وزنك زاد جدا جدا. بعد الشر بعد الشر عن حضرتك، يا رب يحفظك ان شاء الله باذن الله. ممكن قدام لا قدر الله يبقى جسمك عرضه للامراض، ولما تتعبي خلاص هم اتعودوا على ان انت بصحتك كويسه، وان انت شايله البيت، وان انت بتلبي كل الحاجات اللي ناقصه. اركني قرش على جنب او خصصي قرش على جنب يتعان، لو حتى في حاجة هتتأثر على البيت عادي، ما هو مش شرط ان البيت يكون كل طلباته مجابة 100%، مش شرط مش شرط. وبعدين لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما تجيش على نفسك، ما تجيش على صحتك. معلش ما شاء الله تبارك الله، يعني انا شايفه ان حضرتك مثلا اسره مش كبيره قوي، يعني حضرتكم كلكم 4 افراد، فمعلش نعيش على قدنا، نعيش باللي موجود، مش شرط نعيش في مستوى عالي قوي قوي قوي، وما تجيش على صحتك. من دلوقتي حضرتك اهو بتقولي في التعليق مفيش تقدير، مفيش اهتمام، مفيش كلمة حلوة، في لو يبوظ. طب خلاص لو يبوظ بلو يبوظ بقى، ما تجيش على نفسك، ما تجيش على نفسك، ما تجيش على صحتك. ما حد لو لا قدر الله لا قدر الله بعد الشر، ربنا يحفظك ويبارك في صحتك يا رب، لا قدر الله لو تعبتي مش هتلاقي حد يسندك. هيكونوا مستنيين منك او هم مستنيين منك على طول نفس المستوى، نفس الخدمة، نفس الطلبات المجابة، نفس كل حاجة. فلو ركنتي
لو يلبوز، ما هو كده كده لو يلبوز موجود، تمام. فخلاص بقى مش فارق، ما تجيش على صحتك. ويوم حد يتكلم فيهم سواء اولادك او زوجك، انا مش يعني انا هعمل ايه، هموت نفسي؟ هاجي على صحتك؟ وخافي على صحتك وخافي على جسمك واهتمي بنفسك واهتمي بجسمك. زي ما بتصرفي الفلوس على البيت وعلى الاولاد، اصرفي على نفسك. هاتي لنفسك حاجه. آم، آه، حاولي ان انتي تخسي شويه، زي ما حضرتك بتقولي وزنك زاد جدا جدا. حاولي ان انتي تخسي، حاولي ان انتي ترجعي. ما تشيليش نفسك فوق طاقتها، ما تشيليش نفسك فوق طاقتها. اللي تقدري عليه تعمليه، تمام. استلمي او يعني تلقي مثلا الاوردرات، ده باب رزق، ما تقفليهوش. على قد جهدك وعلى قد ما تقدري بالكمية المناسبة. والله ما شاء الله تبارك الله، الرزق زايد والاوردرات والطلب والحاجات جاية كتير، يعني ما شاء الله. يبقى حضرتك تجيبي حد يساعدك، دي مش فيها اي حاجة خالص. ما هو انتي معلش الواحدة فينا مش بروحين، هي روح واحدة. فالواحدة هتعمل ايه؟ فالله المستعان. وربنا يا حبيبتي يوسع رزقك يا رب، ويبارك في صحتك ويهدي اولادك ويهدي زوجك ويهدي لنا ازواجنا واولادنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين، ويحفظهم. فما فيش، بصي عايزه اقول لك حاجه، ما فيش حد في الدنيا دي كلها يستاهل ان انت تيجي على نفسك وتيجي على صحتك. قادره تعملي تمام، مش قادره خلاص. وعشان الحياه غاليه كلنا بنيجي على نفسنا، اكيد كلنا بنيجي على نفسنا. بس مش لدرجة الهلاك، مش لدرجة ان انا خلاص يعني. حضرتك فعلا الله يكون في عونك، موظفة وعايزة تساعدي في البيت وعايزة تحسني الدخل وعايزة، لا انا على قدي، مش شرط ان انا اعيش في مستوى او اعيش ولادي في مستوى اللي هو فوق قوي قوي قوي. انا خير الامور الوسط. انا مش يعني انا مش بروحين او انا مش خارقة. كل واحدة فينا طبعا ليها قوة تحمل وليها طاقة وليها قدرة أصلا على الشغل وعلى على الإنجاز يعني في الحاجة وكده. فربنا يبارك في عمرك وربنا يبارك في صحتك يا حبيبتي ويوسع رزقك يا رب. فده رأيي بصراحة. وبرضو اخواتي وحبايبي هنا في القناة، يعني ايه، قولوا لها كده رأيكم. وربنا يا رب يوسع أرزاقنا جميعا ويرزق الجميع يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، من واسع فضله وكرمه علينا، اللهم امين امين يا رب العالمين. هنا بقى اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما وريت حضراتكم، كنت بتاع ده، زي ما وريت حضراتكم ان انا غسلت بقى العيون. كانت في الاول ما كانتش لطيفه خالص، ما كانتش احسن حاجه يعني. فقلت بقى النهارده بما ان يعني طول النهار ما عملتش حاجه، وبرده في نفس الوقت ما استعملتش البوتاجاز، فالبوتاجاز كان اصلا مش تمام. فاللهم صل على سيدنا محمد. جيت هنا بقى رحت غسله الشبك والعيون. انا دايما بغسله مره كل اسبوع او مره كل 10 ايام، العيون بالشبك كده. بحب ان انا اغسلهم غسله محترمه كده، بنت ناس عميقه من الاعماق، واخليه يبقى زي الفل وتمام التمام وزي العسل. احس كده ان هو انا مرتاحه. ودايما البوتاجاز كده ما يبقى نظيف، بتحس كده ان فعلا المطبخ يعني كامل متكامل في النظافه. مش تحس كده ان انت يعني لما المطبخ يبقى نظيف والبوتاجاز مش احسن حاجه، الواحده يعني بحس ان لا، في حاجه يعني مش عامله شغلي على اكمل وجه. فمسكت كده بقى الايه اللهم صل على سيدنا محمد. القلب ده ليكم طبعا، ربنا يا رب يبارك فيكم ويسعدكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. فجيت هنا غسلت بقى البوتاجاز. ودايما برضو من وقت للتاني، عشان احنا طبعا بنولع الفرن، فانا بحب كده ان انا السيراميك اللي ورا البوتاجاز ده برضو بالفوطه كده ان انا اغسله، بيبقى في مكانها مسحوق وبمسحه. وبروح مسحه كده على طول بقى، ما تلاقوش دهون ورا البوتاجاز. تلاقوا دايما ما شاء الله تبارك الله اللي السيراميك بيلمع. وبرده خدت كده السيراميك اللي هو جنب البوتاجاز من اليمه التانية دي، ما يبقاش بقى ملزق ولا مدهون ولا اي حاجه. اعملي كده باستمرار مثلا مره كل اسبوع، صدقيني هتلاقي دايما السيراميك المطبخ عندك نضيف، والبوتاجاز دايما ما شاء الله تبارك الله بيلمع وحلو قوي. اللهلوبه اللي انا استعملتها دي يعني جميله جدا جدا جدا. هي اللهلوبه طبعا غنيه قوي قوي عن التعريف، ما شاء الله حلوه قوي. باخد منها قطعه صغيره وبغسل بيها. بصوا بقى تلاقي كده الدنيا ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك زي العسل. بصوا بقى العين اللي انا كنت موريها لحضراتكم في الاول، كانت طبعا عليها حاجات محروقه وكده، وغسلتها وبقت الدنيا بقت زي الفل. والشبك والعيون ونشفتهم ورجعت تاني كل حاجه في مكانها.
هي دي النظافة ولا بلاش؟ ربنا يعيننا جميعا ويقوينا، اللهم امين يا رب العالمين، ويدينا الصحة يا رب، اللهم امين. كانت بقى البسبوسة خلاص، كنت طلعتها من الفرن. هي كانت طبعا طلعت قبل ما اغسل البوتاجاز، عشان ما ينفعش اغسل البوتاجاز والبوتاجاز سخن، تمام. بس كنت سخنت الشربات، لان الشربات كان برد، لان الجو برد وكده، فسخنته. وقلت بقى ايه، اقطع لهم بقى من البسبوسه. هما بقى يخرجوا بقى ايه، قطعت لهم كده وحطيت لهم في الاطباق. كانوا بيتفرجوا على الشاشه بره، مش عارفه كان في ماتش مين شغال. فالمهم قلت ايه، اخرج لهم حاجه حلوه ياكلوها، وعلشان انا اكمل الشغل اللي ورايا واخلص كل اللي ورايا. هي البسبوسه ما شاء الله جميله وكل حاجه، بس مش زي كل مره لما انا بعملها بتبقى بصراحه طريه عن كده. بس هي طعمها بصراحه حلوه قوي قوي، يعني انا اكلت كده قطعه. انا بحب الحرف. مين بقى زيي بيحب الحرف؟ انا بحب اكل من الحرف كده، بتبقى مقرمشه وبتبقى جميله يعني بصراحه. بألف هنا وشفا. هتتاكل يعني هتتاكل. بألف هنا وشفا. وربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا، ويا رب كده تعيشوا وتعملوا لبيتكم ولأولادكم الحلو كله يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هخرج لهم بقى. كان ابني في الدرس، وكان جوزي وابني التاني هما اللي كانوا قاعدين بيتفرجوا على الكورة، مغرمين كورة. فربنا يا رب يبارك فيهم ويبارك لنا في اولادنا جميعا، ويهدي سرنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى، انا قلت ايه ادوقها كده. بصوا هي جميلة وطعمها حلو بصراحة. بألف هنا وشفا. وهكمل بقى. خرجت لهم كده علشان خاطر ايه، قاعدين يقولوا لي ايه ماما، ايه الريحه الحلوه اللي انت عاملاها دي؟ قلت لهم بعمل لكم حاجه حلوه. ماما انت بتعملي إيه؟ قلت لهم بسبوسه. عايزين ايه تاني بقى؟ قالوا لي خلاص تمام ماشي. ولما بكون بقى بعمل حاجه سخنه كده في المطبخ، ما بشغلش الشفاط، عشان ايه، يدفي الشقه ويدفي المكان يعني وكده. إيه، خرجت بقى وقعدت معاهم شويه وصليت العشاء، الحمد لله والشكر لله. ودخلت بقى ايه، قلت ارص المواعين، علشان خاطر انا عايزه بقى المطبخ يبقى بالسوق فاضي وهادي وجميل، ومفيش مواعين ولا في الحوض ولا كمان مواعين على يعني على الفوطه، يعني التنشيف وكده. فقلت ارص بقى المواعين واسيبها كده تتصفى، والحاجه اللي عايزه تتنشف نشفتها ورجعتها تاني في مكانها. ونرجع كده كل حاجه. بصوا كان صف الكوبايات ده كله ما كانش فيه ولا كوبايه ولا فنجان مغسول، يعني غسلت حاجات كتير جدا جدا النهارده. فالله المستعان، وربنا يعيننا جميعا ويجعله في ميزان حسناتنا يا رب، اللهم امين. فبرجع بقى كده كل حاجه في مكانها، ونرص كده بنظام كده، يبقى الايه المطبخ بتاعنا شكله جميل، والدنيا عندنا كده تكون مرتبه ومنظمه ونظيفه كمان. هرجع بقى المصافي في الادراج، وبرده المعالق وكل حاجه. بصوا هرجعها في مكانها عشان نخلص ونخرج بقى، نقعد كده ايه في الدفا، ونكون كده كمان ضميرنا مرتاح ان احنا مخلصين كل حاجه. صليت بنا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حبيبتي بتقولي يا بسمه اعملي معانا ترتيب الظرف. بصي يا حبيبتي، انا لسه عامله ترتيب الظرف يعني من قريب، اعتقد الاسبوع اللي فات او اللي قبله، يعني لسه عاملاه قريب خالص. الظرف هي عندي دلوقتي حاليا ضرفه واحده بس اللي لسه عايزه ارتبها، اللي هي الضرفه فيها الكاسات وكوبايات واطباق ومش عارف ايه وحاجات زي كده، هي بس اللي عايزه تترتب. انما الحمد لله الحمد لله المطبخ عندي كله الظرف بتاعته مرتبه يعني الحمد لله، ومنظماها ومخليها زي الفل. بصوا بقى الفوطه دي بصراحه جميله جدا جدا. الميزه اللي فيها ان هي بتشرب ميه كتير قوي قوي، ومجرد ما بشيلها وبعصرها، بشطفها وبعصرها، بشيلها بقى خلاص. تاني يوم يعني اما اخرجها البلكونه تتهوى، يا اما بحطها عندي هنا كده على ايد الفرن وخلاص. تاني يوم بقى تلاقي الفوطه ناشفه، وكمان بقى مفيش حاجه على الرخامه خالص، تلاقي الرخامه فاضيه وجميله. يعني انا بفضل الفوطه دي اكتر من المطبقيه اللي هي بتكون محطوطه على الرخامه، بما ان انا اصلا بحب الرخام يكون فاضي بصراحة عندي. فالله المستعان. هشفط بقى المطبخ من اي فرافيت او حاجة وقع على الارضيات، هشفطها وخلاص. عشان بصوا المكنسة هي بتقولي انا جبت اخري، ارحميني، يعني عارفين اللي هو عايزة عندي المكنسة تتغسل وكده. خلاص يا حبايبي الحمد لله والشكر لله، خلاص نظفنا المطبخ وخليناه بقى زي الفل. اللهم لك الحمد ولك الشكر. كده حبة نشاط. المهم ان هم جم بقى الصبح، جم كده بعد المغرب، المهم يبقى فيه نشاط وايه وتحفيز وكده. فانت لو وراكي حاجه قومي يلا كده خلصي اللي وراكي. بصوا شفطت الارضيات،
وبقت زي القمر، ما شاء الله تبارك الله بقت زي العسل، والرخام اتلمع. ودي جبنه، علبه الجبنه الحادقه صديقتي، عشان النهارده كنت حاسه كده ان انا ضغطي واطي وسكري كمان كان واطي، فكنت كل شويه افتحها واخد حته جبنه كده عشان تظبط كده دماغي. بصوا بقى الدنيا ما شاء الله تبارك الله. ده لسه هيخرج بره يتحط مكانه. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا بقى الدنيا بقت تمام وزي الفل، ورصينا المواعين والرخام ناشف والدنيا بقت زي العسل. ودي برضو نرجعها مكانها بسم الله بس وخلاص كده ما شاء الله زي العسل. قلت لهم بقى يعني يا ريت نفسي قوي في حاجه يعني تتطبق كده ان شاء الله في كل البيوت المصريه. نفسي كده لحد الساعه مثلا 9 خلاص ما حدش يدخل المطبخ تاني، علشان بجد يعني احنا في دوامه، احنا ما بنقعدش خالص. ما شاء الله تبارك الله ما فيش خالص راحه. بيقولوا لي عايزين شاي، قلت لهم وعهد الله ما يحصل، ما فيش شاي خلاص، كفايه الشاي اللي انتوا شربتوه بالنهار، ما فيش شاي هيتعمل بعد ما خلاص شطبت الحوض وبقى بالشكل يعني الحاله النادره اللي هو فيه ده، ان هو يبقى فاضي كده. قلت لهم ما فيش شاي، استوب قوي كفايه كده، علشان تستفادوا بقى وجسمكم يستفاد بالغدا والبسبوسه والحاجات الحلوه اللي انتوا كلتوها. ما فيش شاي وما فيش كوبايه هتتحط في الحوض. والله العظيم بيجي عليا اوقات ما شاء الله تبارك الله، بصوا بتبقى الكميه الكوبايات دي كلها في الحوض من شاي ورا قهوه شاي ورا قهوه. فربنا يا رب يهديهم ويبارك فيهم يا رب ويصلح حالهم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين، ويبارك لنا في اولادنا. بصوا الدنيا بقت تمام وزي الفل اهو. وكده بقى انام كده او اقعد بقى شويه وضميري مرتاح. المطبخ زي الفل والبوتاجاز فلتين 2، وكمان القمامه يعني خلاص شلتها، وغسلت برضو الباسكت يبقى نضيف كده والدنيا تمام. والكرسي الغلبان ده وانا بقعد عليه لما ببقى محتاجه ان انا اريح رجليا شويه. فربنا يا رب يعيننا ويقوينا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ولو وصلت معايا وكملتي معايا لحد اخر الفيديو، نذكر الله كده ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكمان يا ريت كده فضلا منكم تكتبوا في التعليقات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، استغفرك يا رب واتوب اليك. خلينا كده ناخد حسنات ونغتنم كده الشهور الجميله والايام الحلوه اللي احنا عايشينها دي. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يا رب. بحبكم جدا في الله. كده انا خلاص يومي خلص، نقعد بقى كده نرتاح شويه. بحبكم جدا في الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.